شايف الفيو الخطير ده؟ انا عندي الاخطر منه وبمقدم اقل من 500,000. ابراج في العين السخنه ارض 22 دور، طول السنه شغاله وطول السنه ارباح، وده لان فيها مرسى يخوت تحت اداره شركه عالميه، فيها قاعه مؤتمرات دوليه، غير ان الوحدات تحت اداره فنادق ماريو. كل الوحدات شايفه البحر، ده غير ان التاورز فيها كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها، حمامات سباحه، كيدز اريا، ساونا، جاكوزي، سبا. وعند الاستلام بعد 4 سنين ماريو تستلم منك الوحده وتاجرها وتبدا الارباح. ده غير ان المشروع اساسا ساكن وعايش في مراحله الاولى واحنا موجودين فيه دلوقتي. طيب بالنسبه للاسعار والتقسيط، التقسيط لحد 10 سنين. الاستوديو بيبدا من اول 9 مليون، ولو خدناها على 5 سنين هناخد خصم محترم فتوصل لحد 6 مليون جنيه. بالنسبه للغرفه فبيبدا السعر فيها من اول 11 مليون، ولو خدناها على 5 سنين سعرها بعد الخصم بتبقى 8 مليون جنيه. الغرفتين بتبدا من اول 15 مليون جنيه، ولو خدناها على 5 سنين السعر بعد الخصم هيكون 10 مليون جنيه. وده بالنسبه لاسعار التاورز. لكن في تايب تاني اسمه ريزيدنس بيكون ارضي وثلاث ادوار، اسعار الاستوديو فيه بتبدا من اول 6 مليون جنيه على ال10 سنين، ولو خدناها على 5 سنين بتبدا من اول 4 مليون جنيه. وما تنساش تسال على سعر الغرفتين والثلاثه لان اسعارهم مفاجاه. الاسعار دي مش هتستنى كتير، والوقت بيجري، والفرص النادره ما بتتكررش. لو عايز تفاصيل اكتر كلمني.